القوات الأمنية عثرت على 53 جثة لرجال مجهولي الهوية. احنا بينا طبع ننسى بسرعة. كل فترة يراد ان واحد يسوي لنا ريفرش حتى ما نغلط نفس الاغلاط السابقة، من نتذكر الشفصات اللي شفصناها بالسابق. اليوم راح نتذكر سويا ايش صار بينا ب 2006 و2007، من تحول التحريض من كلام وكراهية الى سلاح ينرفع ودم بكل الشوارع. تتذكرون من كنا نخاف نطلع بالشارع اللي قبال بيتنا الساعة 5 العصر؟ ركز وياي. تتذكر من يخابرك صديقك اللي ساكن بمنطقة شيعية وانت سني، لو اللي ساكن بمنطقة سنية وانت شيعي، وما تقدرون تتلاقون بأرض محايدة لأن العراق كله كان محترق؟ قسم من المناطق كانوا حتى من يطلعون يتسوقون يطلعون مجاميع وياهم حماية يلا يقدرون يتسوقون. تتذكر لما كنا نسمع بالأخبار يوميا العثور على 50 جثة مجهولة الهوية، وكنت تدعي إنه ما يطلع أبوك المخطوف واحدة منها، ويجوز طلع واحدة منها. تتذكر ايش قد فقدت أصدقاء وقرايب؟ تتذكر اسمائهم هسه؟ تتذكر من كنت كل يوم تمسح اسم صديق من تليفونك لأن استشهد؟ تتذكرون من قمتوا تلزمون حراسات فوق السطوح الليل كله؟ تتذكر من بعت بيتك بنص قيمته لأنه ما تقدر تدخل منطقتك القديمة اللي ربيت بيها أنت؟ تتذكر من كنا نشيل هويتين، واحدة مزورة وواحدة أصلية حتى نقدر نعبر السيطرات اللي ما نعرفهم شنو منو؟ تتذكر من أنت قاعد بالبيت وفجأة تسمع صوت الهوانات على منطقتكم ويجوز حتى على بيتكم؟ تتذكر من قاعدة تحفظ طريقة صلاة الطائفة الأخرى ويجوز تحت مصلي والكلمات؟ زين تتذكرون دخن ودخن؟ تتذكر لما كنت تتخابر على واحد عزيز عليك ويطلع مغلق شي يصير بأعصابك إلى أن يجاوب؟ واحتمال يرد عليك غير واحد ويسألك اللي تدق عليه سني لو شيعي، ما كنت تعرف شو تقول لأن خاف تقول شي يموت صاحبك من وراه. تتذكر طريق اللطيفية؟ السدة. زين تتذكر طريق ديالة؟ وبذكر المناطق تتذكر من كنت تفتر 4 ساعات حتى توصل بيتكم اللي ما تحتاج أكثر من ربع ساعة توصل لأن لازم تلعب حياة ودرج بالمناطق يلا توصل؟ تتذكرون من فقدت الثقة بيناتنا لدرجة كنا نشك حتى بأقربائنا خاف يعسونا؟ تتذكر الليل الطويل والأيام السوداء وصوت الطلقات والانفجارات 24 ساعة؟ تتذكر ذيك الحقبة؟ تتذكر ذيك الأيام؟ وكل اللي حكيته كان هو حياتنا اليومية لمدة 2 سنين. واحنا اليوم هسه بدنا نتذكر هاي القصص لأن طلعنا منها. اكو تقريبا 75,000 واحد ما سمعنا قصصهم، هم مو يعني اليوم حتى يسمعون هذا الكلام. 2 سنين احنا عايشين بهاي الطريقة، ما تدري بأي لحظة تموت لسبب سخيف جدا، وهو انك تنتمي للعشيرة الفلانية او ولدت وانت من العشيرة الفلانية او المدينة الفلانية. تريدون ترجع ذيك الايام مرة الاخ؟ استمر برفض تقبل مقابل. استمر تشوف نفسك صح والباقين غلط. استمر تشوف نفسك انت وربعك بالجنة والناس كلها بالنار. استمر بالحقد والكراهية والأذية. وتذكر تسوي زين يرجع لك، تسوي شين يرجع لك، لأن هي كارما، واللي تسويه يصير بيك. أنا أحمد البشير راح أظل أعيد وأصقل بهذا الكلام على أمل إنه يصير تغيير، لأنه كلنا مري ذيك الأيام ترجع مرة الأخ، وأنا عندي أمل كلش كبير راح يصير التغيير.